الفيديو ده ملخص انمي باسلوبه بطريقه مختلفه، وهتلاقي فيه الفاظ وشتايم. هدفهم ان انا ازود الكوميديا في المشهد، ودي الطريقه اللي انا بشتغل بيها وناس كتير عجبتها. فلو انت مش بتحب الالفاظ والاسلوب ده تقدر توقف الفيديو من دلوقتي وتشوف حاجه تانية تتفرج عليها. ولو قررت ان انت تكمل كده يبقى انت عارف انت داخل على ايه. وهدفي من الملخصات دي في الاول وفي الاخر ان انا اضحكك مش اضايقك. احلى مسا على فخاد الرجاله فخد فخد، يا رب تكونوا بخير وفخادكم كمان بخير. البطل اللي معانا النهارده ماشي بمبدأ انا ورفاعي والكل على بتاعي. ساب كل وسائل التعذيب اللي ممكن يستخدمها وقرر انه يستخدم رفاعي. يعني انا والله ما عنديش حاجه اقولها في المقدمه، لان اللي بيحصل هنا مش بيتحكي، بيتشاف بس. فخلونا نبدا، بس بفكرك بسيرفر الديسكورد بتاعنا، هتلاقي اللينك في الوصف. لا كان حات امك، لا حات امك، حات امك، لا بالله عليك. ما تزقش. لا. واللايك والاشتراك، وخلينا نبدا. لحظة، ارحموا ميتين اهلي. مش كل ما ادخل على الكومنتات الاقي حد بيقول لي الجزء التالت من دان وربنا خلص. الجزء التالت لسه هينزل السنة الجاية، اوعدكم لو القناة ما اتقفلتش هنبقى نلخصه. بيصحى البطل بتاعنا، بطل ايه؟ بيصحى الفحل بتاعنا بسبب حلم بيجيله كتير. بيكون شايف نفسه بطل وبيحارب ملك الشياطين، والفحل ده اسمه كيارو. بتدخل عليه واحده وبتقول له نفس الحلم برضه؟ بيقول لها بتقول له بس وانت صغير كان حلمك تكون بطل اصلا؟ بيقول لها بس ده كان قبل ما اعرف ان الشطافه لها لازمه اكتر مني. بتقول له على اي حال انت هتبلغ قريب. يا ترى ايه المهنه اللي انت هتشتغلها؟ سياف ولا ساحر؟ او ممكن تكون بطل، ليه لا؟ بيقول لها انا هشتغل جوني سينس. بتقول له شرموط. بيقول لها ايا كان اللي هشتغله انا لازم ارد لك جميلك على تربيتك ليا كاني واحد من عيالك. وبيروح يجمع شويه تفاح، لكنه بيسمع صوت في دماغه بيقول له الشلنكح بينام وبيصحى وينكح. بيبدأ جسمه يتحرك لوحده وبيدخل الغابة وهو مش عارف رايح فين ولا قادر يتحكم في جسمه. والليل بيليل عليه لحد ما بيوصل عند بحيرة وبيلقي عليها تعويذة القف بح تخرج له منها جنية بتقول له انا روح النجم يا ابن الانسان، وامرني اساعدك ازاي يا جميل. بيقول لها الانتصاب. لا معلش، الاستبصار هو هينتصب بعدين مش دلوقتي. بتقول له بس كده من عيني يا قمر، وبتبوسه في عينه وبتقول له خد دي قوة الأرواح وإرث الأجداد. بعدها بيقدر يشوف حالة الأرواح ومهارات وإحصائيات أي حاجة. بعدين بيشوف نفسه وسط معركة وفي 3 أبطال بيحاربوا ملكة الشياطين وبيقدر واحد يصيبها. وبطلة السحر بتستخدم تعويذة من المستوى السابع بتهجم عليها بيه، لكن ملكة الشياطين بتستخدم درع وبتقدر توقف الهجوم. والساحرة بتطلب من بطلة السيف بليد إنها تخلص عليها، لكن ملكة الشياطين بتتعصب جدا وبتقول لهم يا ولاد الأحبة انتوا فاكريني مين؟ بتستدعي شياطين وبتهجم بيهم وبتقول لهم اتفرجوا يا ولاد الأحبة قوة ملكة الشياطين الحقيقية. وبتندمج مع شيطان فحل وبتمتص هجوم بطلة السحر وبتعكسوا عليهم بالدشم الميتين ابوهم. بتقول بطلة السيف لكيارو تعالى هنا يا شرمة وشفينا بسرعة البوشن اللي معانا خلص. بيفضل واقف مكانه. بتقول له اما انك عيل تراش ابن احبب صحيح مالكش لازمة، ما تنساش اننا ما خلصناش عليك وسيبناك عايش علشان نستخدمك زي الممرضة. بيضحك كيارو ضحكة خبيثة وبيمشي وبيقول صحيح انا في اول حياة ليا كنت معالج وكنت بقدر اشفي وانعش الضحايا، لكن القدرة بتاعتي كان فيها عيب ابن وسخة اني بشوف كل حياة الشخص اللي بعالجه قدام عيني من اول ما اتولد واتضرب على طيزه لحد ما هو مرمي قدامي. وده كان بيفشخ لي افكاري واحس بمعاناته والمه طول حياته، وده اللي خلاني اهرب كتير عشان مش عايز استخدم القوه المعرصه دي. لكن على الرغم من كده كان كل مره اهرب فيها كانوا بيمسكوني دايما، وفي الاخر خلوني ادمن المخدرات علشان اسمع كلامهم، وكانوا بيذلوني وبيضربوني وكانوا بينكوا كمان. لكن دلوقتي بهجت تاني خالص. حاضر. بيعدي جنبهم وبيقول لهم انتوا فاكرين بجد ان انا هشفي ولاد شرموطه زيكم؟ موتوا شبه اللباوي يا ولاد العرس. بتقول له بليد هبت منك خالص. بيقول لها من سنه اكتسبت مهاره مقاومه للمخدرات وكنت مستني الفرصه دي. بتقول له فرصه ايه؟ بيقول لها موت ملكه الشياطين بنفسي. وبيجري على ملكه الشياطين وبيتفادى كل هجماتها. بتكون مهارته عاليه جدا بسبب الناس اللي كان بيشفيهم، كان بيسرق مهاراتهم كمان ويتعلم كل حاجه هم اتعلموها طول حياتهم. وبيقف قدام ملكه الشياطين وبتقول له انت مين يا شرمه؟ بيقول لها انا كيارو بطل الشفاء. بتهجم عليه ملكة الشياطين هجمات كتير جدا، لكنه بيقدر يوقفهم كلهم وبيقدر يوصل لملكة الشياطين وبيلمسها وبيستخدم مهارته عليها. بتقول له اخرتي اموت على ايد واحد شرمط.
بيقول لها ما تقلقيش هنبدأ من جديد. بتتحول ملكة الشياطين لكريستالة، بتيجي من وراه الساحرة وبتسقف له وبتقول له عاش يا ابن المرة نايس وان. بيبص لها كيارو بقرف وبيقول لها كنت مخبية بوشن بين بيتك يا بنت العرس. بتقول له الجوهرة ديت لعنتها ملكة الشياطين وهي خطيرة جدا، وبصفتي بطلة وعندي المهارات المناسبة سلمها لي. بيقول لها مش ده حجر الفلاسف؟ بتقول له الله ده الشرموط ما طلعش شرموط وعارف ده ايه. بيقول لها مش بس كده، وعارف كمان انك هتستخدمي تعويذه على الحجر ده وتسيطري على العالم كله بتعويذه وهم. بتتوتر وبتقول له انت بتفس بتقول ايه؟ هات الحجر بس ومفيش منه الكلام ده. بيقول لها بالحجر ده انا ممكن استخدم سحر وقوه مش عند اي بشري، بس انا هستخدمه في حاجه احلى بكتير. بتقول له ايه؟ بيقول لها هاخدك عليه. بتقول له انسى يا ابن العلقه. بيقول لها انا هرجع بالزمن لقبل ما اشوفك، ولما اشوفك تاني هخلي خرمك اوسع من خرم الاذون. بتقول له مستحيل تقدر تعمل كده، وحتى لو قدرت فذاكرتك هتتمسح. بيقول لها اللي انت عملتيه فيا والذل اللي حصل لي محفور في روحي مش في ذاكرتي، بس اوعدك لما ارجع واشوفك تاني هنتقم منك وهخليك تشدي في رفاعي. بتقول له مين رفاعي؟ بيقول لها رفاعي ده بتاعي. وبيستخدم الحجر وبيرجع تاني لجسمه اللي كان قدام البحيره، وبيقول ده وقت الانتقام علشان انا هسن بتاعي والكل هيجي على رفاعي. وبيبدا ياكل نبات مخدر وفطر مسموم علشان جسمه يعمل مقاومه للمخدر والسموم، علشان فلير لما تيجي تخدره ما يرجعش لنفس حياته اللي فاتت. وبعد فتره بتوصل فلير ومجموعه من الحراس للقريه وبتقول لهم بكل براءه صباح الخير، انا اميره مملكه جورال وبطله السحر فلير، وجيت النهارده علشان اقابل البطل الجديد اللي ظهر في القريه دي. كل اهل القريه بيستعجبوا بيقولوا احنا بينا بطل. وبتبص على كيارو وبترفع ايديها وفي علامه بتنور عليها وعلى كيارو وبتقول له انت واحد مننا. بيقول لها ايه ده انا بطل؟ حاجه غير متوقعه بالمره. وبتروح انا بتحضنه وبتقول له مبروك، وبيروح كيارو معاهم وبيقدر يشوف احصائياتهم كلهم. وبتقول له فلير في حاجه يا نجم؟ بيقول لها لا بس لسه مش مستوعب اني بطل. بتقول له ما تقلقش انا هعلمك كل حاجه. بيوصلوا المدينه وفلير بتقول له حلوه؟ بيقول لها اه. بيقول كيارو ان حقيقه العاصمه الامبراطوريه انها اتبنت على قريه انصاف البشر بعد ما حرقوها كلها وسرقوا منهم ارضهم وخلوا اللي عايش منهم عبيد. وبيدخل القصر وبيقف قدام الملك وبيقول ان قوته مرعبه ولازم لما يجي يعمل حاجه ما يكونش الملك قريب. ده غير ان نورين مش موجوده تدرس في بلد تانية. بيستخدم عليه واحد تعويذه وبيقدر يطلع بياناته وقدراته وبيوريها للملك. بيقول لكيارو انت اللي بلادنا كانت عاوزاه ولقبك هو بطل الشفاء. بيقول له الملك بما انك عندك قوه الشفاء فاكيد تقدر تعالج قديسه السيف، كانت اقوى واحده بتستخدم السيف والاقوى بين كل الابطال، لكنها في يوم دخلت معركه مع مجموعه من الشياطين وقدروا يقطعوا ايديها اليمين. بيقول له كيارو اوامرك يا ملك هعمل اللي اقدر عليه. بيجي الليل وبيدخل الاوضه بتاعته يستريح شويه بعد يوم تدريب طويل في المبارزه والتاريخ والدفاع عن النفس. بتدخل عليه واحده من الخدم بيقول لها عاوزه ايه؟ بتقول له اقعد عليه، وبتقعد عليه فعلا وبتراجع معاه اسباب انهيار الاتحاد السوفيتي. وبقى كل يوم بيذاكر مع الخدم ويذاكر معاهم جغرافيا وتاريخ. وبعد عده ايام من العربده بين الخدم بيجي اليوم اللي هيقابل فيه قديسه السيف كرايلي، وبيستخدم مهاره الشفاء عليها لاول مره وبيقدر يرجع لها ايديها تاني، لكنه بيشوف كل ذكرياتها ومش بيقدر يستحمل وبيجيبهم من بقه من كتر الوجع وبيقع على الارض. بتحاول كرايلي تطمن عليه لكن بيجي كاهن وبيقول لها سيبك منه ده خول، المهم انت كويسه دلوقتي. وفلير بتقول لها روحي وري الملك وكل الناس ومعبصيهم علشان يتاكدوا انك بقيتي كويسه. بعد ما بتمشي كرايلت بتقول فلير عيل خول ملكش لازمه، مش عارف تستخدم مهاره واحده حتى، مش فاهم اكتر من كده ايه، يطلع لها صباع زياده يعني، ده انت مره بنت احبب صحيح. بيقول لها الكاهن في الحقيقه اللي عمله ده معجزه، في العادي مهارات الشفاء بتقدر تشفي الاصابات اللي الجسم بيشفى منها لوحده، المهاره بتسرع العمليه بس. فاسمحي لي يا مالكة استخدمه في التجارب بتاعتي عشان احاول اوصل لتفسير للقدره بتاعته دي. بترزع كيرو بالشلوت وبتقول له اعمل اللي انت عاوزه فيه، هو كده ملوش لازمه اصلا، لو كل ما هيستخدم المهاره بتاعته هيغمى عليه، فخد اعمل عليه التجارب اللي انت عاوزها، استخدم عليه مخدر او غسيل دماغ ايا كان خليه قابل للاستخدام. يا مره كل دي بزاز، دول ناقصهم 3 اخرام ويتلعب بيهم بولينج عادي. بتقول فلير بقرف كل ما افتكر ان الخول دوت بطل زيي، شيل يا عم ابن الاحمى ده من قدامي، وبتسيبه وبتمشي. وكيرو بيكون صاحي عامل نفسه مغمى عليه وبيقول لسه بنت مره وسخه زي ما انت، ما اتغيرتش خالص، كده انا انتقم واطلع ميتين امك من غير اي رحمه ولا تردد. بيرجع الاوضه بتاعته وبيقول لهم انا مش عاوز اشوف حد تاني، مش عاوز اشوف تجاربهم ومعاناتهم، انا لو استخدمت الشفاء ده تاني انا ممكن اموت. بتروح فلير بوش الطيبه والحنان بتقول له ان كرايلت بفضلك هتقدر تنقذ عدد اكبر من الناس، وعلى الرغم ان دوت متعب وبيسبب لك معاناه
لكن من فضلك اشفي باقي الابطال المصابين علشان يقدروا ينقذوا ارواح الناس. بيقول لها امك مش هستخدم الشفا تاني. بتقول له تمام ما تبقاش تزعل بقى. وبتقول للكاهن اللي معاها بيسيبوه وبيمشوا. بيقول كيرو ان كل حاجه حصلت لحد اللحظه ديت نفس اللي حصل في حياتي القديمه، مش هتضحك عليا يا تاري بضحكتها الخبيثه بنت العرس دي. بعد شويه بتدخل عليه واحده من الخدم وبيقول لها ده ايه؟ بتقول له شويه ينسون يروقوا اعصابك، فلير بعتهم لك. بيقول لها شكرا، وبيكون عارف ان اليانسون فيه بعبوص بس بيشربه عشان يكمل خطته. وبيقع على الارض بيغمى عليه. بيفوق تحت الارض وبيكون واحد من الحراس ماسكه وهاتك شرفه وبيقول له كان المفروض تعمل اللي الاميره فلير بتطلبه منك. بيقول له كيرو انا عملت ايه بس عشان يحصل فيا كده؟ بيقول له ما دي المشكله انك ما عملتش. وبينزل في ضرب وبيتف عليه. بيقول له كيرو دول 28 جلده انا مش هنساهم ابدا. بيتدخل الكاهن وبيقول له بالراحه يا امك، اعمل ايه انا في ابحاثي لو انت موتته دلوقتي؟ وبيروح عليه وبيشربه مخدر. وبتبدا فلير تبعت له الحراس ينكحوه حرفيا بيبدلوا عليه. وهنا نقف 5 بقى يا ابن الكول يا شاذ يا عرس يا مجنون، انت عارف اللي حصل لك وفاكر كل حاجه وعاوز تخلي كل حاجه تمشي زي ما كانت، لكن مش كل حاجه احا. يعني انت عارف ان الحراس هيتناوبوا عليك وانت موافق احا، اما انك خول بصحيح. وبعدين ايه الحارس الخول اللي شغال يكارك فيك ده؟ من قله العاهرات في القصر فعلا. دوام الحال من المحال. من شويه كنت بتنام الخدم بيبدلوا عليك ودلوقتي انت اللي بتتنام والحراس بيتناوبوا عليك. عندك الجرأة أن تقف أمام الملايين وتقول نعم كنت ممحونا وكان يلاط بي. وبعد ما خرمه بقى اوسع من نفق الملك تزاقلي بتيجي فلير بتذله وبتهينه علشان تديله المخدر بتاعه وبتقول له هوهو زي الكلاب بيعمل كده. بس بنت العرس بتدوس في بضانه يا بنت الشرموطه يا احبه. وبتكب له المخدر على الارض وبيلحسه وبتدوس على راسه وبتقول له انت هتيجي معايا وهتعمل اللي هقول لك عليه وقال مفيش مخدر تاني. بيقول لها حاضر. وبيبقى بالنهار بيعالج الناس وبالليل بيتزنى فيه. وفضل كده لمده 6 شهور لحد ما اكتسب مقاومه كامله للمخدر ومهارات كتير من الجنود اللي كان بيشفيهم او اللي بيركبوه. وبقى جاهز للانتقام. بيعرف من الحراس ان الملك بره المملكه وبيقرر يبدا الانتقام بتاعه وبيهرب. وفلير لما بتعرف بتتجنن وبتقول ازاي هرب وهو مدمن. ما بيعديش وقت كتير وليونارد بيجيبه متربط وبيرميه قدامها. بتقول له عاش. بيقول لها بس الخول دوت لما مسكته قال حاجات ما ينفعش يتسكت عليها. بتقول له ايه؟ بيقول لها الموضوع حساس ومحتاج سريه. بتقول له تمام تعالى الاوضه بتاعتي. وودوا الخول ده الزنزانه بتاعته. ولما بيدخلوا الاوضه بتقول له تفتكر ان في مكافاه احسن من انك تدخل الاوضه بتاعتي؟ بيقول لها اكيد لا. وبيكون معاه الحارستين الشخصيتين بتوعها. بتقول له اتكلم ايه الموضوع السري؟ بيسحب السيف وبيعدي وسط الحراس في ثانيه بيطير راسهم. وبيقول لها ايه رايك في المهاره اللي انا نسختها من قداسه السيف كرايلي؟ بتحاول فلير تستخدم السحر لكنه بيوقفها وبيقطع لها هدومها وبيزنقها في الحيطه وبيستخدم عليها مهاره بيختم السحر بتاعها. بتقول له انت بتعمل ايه يا ليونارد يا ابن العرس؟ بيقول لها نسيت وبيغير شكله. بيقول لها مفاجاه صح؟ بتقول له يعني اللي كان في الجسم التاني ليونارد؟ بيقول لها ده جزاؤه على ال 28 جلده ودلوقتي دور حسابك انت يا بنت العرس. بتقول له اصبر بس يا نجم هفهمك، انا اديتك المخدر عشان ما تحسش بالوجع لما تستخدم مهاره الشفاء بتاعتك. بيقول لها يا على طيبه امك، يعني كنت بتشتميني وتخليني ابوس رجلك وبتدوسي على بضاني وتتف على وشي وتبعت الحراس كل يوم يركبوني علشان خايفه عليا؟ اما انك مره بنت احبه طيبه بصحيح. دي طريقه جديده وكرييتيف فعلا للتعبير عن الحب. بتقول انت فاكر كل حاجه؟ بيقول لها ده انا هركب امك وذلك وعيشك الجحيم على الارض. بتقول له ده بس وهنحل كل حاجه. بيقول لها تعالي نلعب لعبه. بيكسر لها صباع وبيقول لها مطلوب منك تستحملي تكسير صوابع ايدك كلها، لو عملت كده هسيبك. بتقول له يا ابن المجنونه يا عرس اهدى، لو عاوز فلوس هديك. بيكسر لها التاني وبيقول لها انت فاكره ان انا ممكن اصدق واحده بنت شرموطه زيك؟ وبعدين اجمدي كده لسه في 8 صوابع كمان. وبيكمل تكسير في صوابعها وبيتبقى واحد بس. وبيقول لها انا مستعجب انك مستحمله كل ده، انت كده هتكسبي. ما بدهاش بقى وبيستعمل العلاج عليها وبيعالج صوابعها كلها. وبيقول لها يلا نبدا من الاول تاني. وبيكسر لها صابع بس بيقول لها تعالي نلعب حاجه تانية. بيعالجها وبيستخدم الشفاء العكسي عليها وبيجيب لها شلل في رجلها وبيرميها على السرير وبيخلعها. بتقول له انت هتعمل ايه؟ بيقول لها هكدك عليك. بتقول له انا اميره من عيله ملكيه وبتحاول تهرب لكنها بتزحف على الارض عشان مش قادره تقف على رجلها. بيروح كيرو يقف قدامها وبيقول لها شوفي حتى بتاعي مش طايقك، مش عاوز يقف عليكي. وبيرزعها بالقلم بتاعه. يا عم بتعاملوا على اساس انه خرطوم غساله يا امك. بيروح يقف قدام الدفايه وبيسخن سيخ وبيقول لها بما ان راجل ديمقراطي فانا هخيرك تقعدي على بتاعي ولا السيخ. انا مطرب يا جماعه، انا مطرب بس انا بس
بتقول له يا ابن الوسخه يا سادة يا عرس. بيقول لها قدامك 10 ثواني، لو ما اديتنيش اجابه هحط الاتنين مع بعض. بتقول له ده انت ابن شرموطه، حط بتاعك يلعن امك. بيقول لها جرحت شعوري للدرجه دي مش طايقه بتاعي؟ براحتك اتفضلي اقعدي على السيخ. بتقول له يا ابن العرس بتاعك مش السيخ. بتركع له وبتعيط وبتقول له اديني وخبيني وعلى بتاعك دفيني يا كيرو سما العظيم، يا ملك يا تنين يا ابن الاحبه يا عرس. بيضحك كيرو بيقول لها اللي انت عاوزاه وبيفقلسها كيرو. بتقول له يا ابن العرس حطيته بالعرض، وبيرزع لها واحد اسباب انهيار الاتحاد السوفيتي. بعد ما بيخلص بيقول لها ايه رايك انا همسح ذاكرتك واغير وشك وامحي وجودك من العالم ده خالص. بتصوت فلير وبتقول له لا، وهو بيقعد يضحك وبيقول احساس الانتقام ممتع جدا. بيجي تاني يوم بيكون اخد فلير واستغل الحريق اللي في القصر وهرب، وساب في القصر جثه غير شكلها عشان تبان انها فلير، وبيقعد وبيقول انا لازم ارتب اولوياتي دلوقتي، وعلى راس اولوياتي ان انا انتقم من بليد وبولت ولاد الاحمر وقابل ملكه الشياطين. عاوز اعرف هي كانت عاوزه تحمي ايه، ده غير اني لازم ابقى اقوى. بتصحى من النوم فلير بيروحوا وبيحضنها وبتقول له لا مؤاخذه يا نجم انت مين وانا مين. بيقول لها انت اسمك فلير وانت التابعه بتاعتي، انت نسيتي كل حاجه على الرغم ان احنا كنا بنحب بعض جدا. بتحاول فلير تفتكر لكنه بيغسل دماغها، وبيقول لها ممكن تفتكري لو عملنا واحد، اطلبي مني زي ما بتعمله على طول. بتقول له ازاي؟ بيقول لها افتحي بقك وقولي فلتنكح هذه الخنزيره من فضلك. بتقول له انا كنت بقول كده؟ بيقول لها صبح وليل، هكذب عليكي يعني؟ بتقول له ماشي، وبيرزعها واحد. بعدين بيمشوا من المدينه، بيكون معاه فلوس ومجوهرات ودهب كان اخدهم من الاوضه بتاعت فلير قبل ما يهربوا، وهو ماشي بيسمع الناس بيتكلموا على اللي حصل، وبيقولوا ان الاميره نورين هترجع المملكه قريب. بيخاف لما بيسمع اسمها عشان هي كانت الوحيده في حياته اللي فاتت اللي عرفت انه رجع لوعيه تاني، وكان بيمثل كل ده، وهي شخصيه ذكيه وحذره جدا، وكيرو بيبقى عاوز يتجنبها خالص في حياته دي. وبيفتكر كيرو مره كان في مهمه مع فلير وبليد وبوليك، كانوا بيخلصوا على مجموعه من الشياطين، وبيدخل عليهم كيرو بيقولوا له انت شرموط مالكش لازمه، لكن بوليت بيقول لهم ما تقولوش كده، ده مفيد وبيعمل كل اللي عليه. تقول له بليد ما انت شاذ وكل يوم بتعشر فيه. بيجي الليل وبيخيمه، وكيرو بيكون في الخيمه عند بليد عاوز المخدر، لكنها بتفشخه ضرب واهانه وبتدوس على بتاعه. بعد كده بيطلع من عند فلير طالع ميتين ومفشوخ ضرب. بتشوفه بليد وبتقول له يا ابن الشرموطه انت كنت قاعد مع فلير سما؟ وبتجيب عصايه وبتنزل في ضرب بتفشخه، وبتحط له العصايه في طيزه، وبعد ما بتخلص بتدوس على بتاعه وبتمشي. بيرجع الخيمه بتاعته طالع ميتين ومكشوخ ومتهان، بيبص على الارض بيلاقي عليها ورد، وبيحس بصهد جاي من ظهره. بيلاقي بوليت بيحضنه من ورا وبيقول له ما تيجي احطه فيك ادفيك. Really nigga؟ وبيرقعوا واحد. والله انتوا كلكم مخنثين ولاد احبه كلكم، وانا اللي كنت فاكر الابطال بتوع ذا بويز مخنثين، ده طلع في اخنس منهم. بيقوم كيرو من النوم بسبب الحلم ده، حلم بسبب الكابوس ده. بيطلع بره الخيمه وبيقول بوليت وبليد دوركم قرب. وبعد فتره بيوصلوا لمدينه لانريتا، وبيدخلوا حانه يستريحوا فيها شويه وبيطلبوا اكل. بيشرب كيرو لكنه بيلاقي الميه مسممه. بتقول له فلير اللي في الحانه هم اللي عملوا كده؟ بيقول لها لا، وعلى الاغلب ما يعرفوش ان الميه ملوثه. بتقول له طب ما كده الاكل كمان متسمم. بيقول لها لا، البكتيريا بتموت من درجه الحراره العاليه، بس في الاغلب المدينه كلها في خلال اسبوع هيكون عندها تسمم وجزء كبير منهم هيموت. بس انا عندي فكره. وبياخدها وبيروح الاوضه بتاعته وبيشرب من الميه، وجسمه بيبدا يعمل علاج للسم، وبيستخدم نقطه من دمه وبيعمل علاج. وبينزل المدينه بيدور على تاجر كويس يديله العلاج، وبيلاقي واحد بياخده يتكلم معاه، بيقول له انت باين عليك التعب. بيقول له انا زي الفل مفيش حاجه. بيقول له الكحه والطفح الجلدي والكسل اللي في جسمك. بيتفاجئ التاجر انه عارف كل الاعراض دي، وكيرو بيطلع له ازازتين دواء وبيقول له ده علاج للمرض اللي عندك. وبيقول له انا صدقك ازاي؟ بيقول له جربه، والتاجر بيدي الراجل اللي معاه يجربه، وبيلاقي نفسه بقى احسن بكتير. والتاجر بيشرب العلاج هو كمان وبيلاقي نفسه اتحسن برضه. بيقول له كيرو ده صندوق فيه 30 واحده ومعايا صندوق كمان، هديك الجرعه بقطعه ذهبيه. بيوافق التاجر وبيقول له بس انا عاوز اشتري الوصفه. بيرفض كيرو، بيقول له ده سر العيله بتاعتي. وبيقول للتاجر انا هاجي هنا بعد يومين وهيكون معايا كميه تانية، وانا مش هقول لك السعر، انا هسيبك انت تحدد السعر اللي هيكون نص الارباح بتاعتك، ولو انت خنتني انا ممكن اشوف حد تاني اشتغل معاه. بيقول له لا تمام احنا هنشتغل مع بعض. بيمشي من عند التاجر، وفلير بتقول له انت ليه بتثق فيه مع ان انت لو بعت الجرعات ديت بنفسك هتكسب اضعاف. بيقول لها الاسرع والاحسن اننا نشتغل معاه علشان هو عنده طريقته واسلوبه يخلص الكميه بسرعه، ده غير ان لو حد عرف ان انا بعمل العلاج دوت العصابات كلها هتحط عينيها عليا وحركتي في المدينه هتبقى صعبه. بتقول له تمام انا فهمت، احنا رايحين فين بقى؟ بيقول لها انا عاوز اشتري حاجه. بيوصلوا للمكان وبتقول له مش ده متجر عبيد؟ بيقول لها اه. بتقول له
له اح هتبيعني؟ بيقول لها لا، هشتري عبد استخدمه في الدفاع عن نفسي كدرع حي. يا ابني انت جنس امك ايه؟ ما ممكن تروح محل اسلحه تشتري درع بيصد الهجمات وتقدر تدافع عن نفسك بيه عادي. بتقول له انت مفيش في قلب امك رحمه؟ يعني مش كفايه ان هم عبيد وطالع ميتينهم، عاوز تستخدمهم كدرع بشري كمان؟ بيقول اح شوف مين بيتكلم. بتقول له بتقول ايه؟ بيقول لها لا مفيش. وبيدخل المحل يدور على عبد. بيجي صاحب المحل وبيقول له اساعدك ازاي يا فندم؟ بتدور على حاجه معينه؟ عاوز حاجه للطبخ ولا القتال ولا لممارسه جميع انواع المحاشي؟ بيقول له من كله. بيقول له التاجر حماتك بتحبك، عندي حاجه مش بطلعها غير للحبايب. وبياخده وينزل تحت الارض. بيقول له هنا هتلاقي الحاجات السبيشال، ايه رايك؟ بيستخدم كيرو عينه وبيدور على حاجه قويه لكنه مش بيلاقي حاجه. وبيقول له هم دول بس اللي موجودين؟ بيقول له التاجر ان لسه في مجموعه صغيره بس جارحه. بيقول له وريني. بيدخل بيلاقي كلهم جالهم المرض بسبب الميه، والتاجر بيقول له قربوا يموتوا اصلا. بس كيرو بيشوف واحده معاهم من فصيله الذئاب الجليديه وبيلاقي احصائياتها كويسه جدا. بتهجم على كيرو لكنها مش بتقدر توصل له بسبب السلاسل، والتاجر بيستخدم الخاتم وبيخنقها. بيروح كيرو ليها وبيقول لها نيكي بتقول ان في حقد كبير جواكي، انا هشتريكي وهعالجك وهخليكي تاخدي انتقامك. بيقول له التاجر انت متاكد انت عاوز تاخد دي؟ بيقول له اه. بيقول كيرو ان عندها حقد كبير تجاه حد زي اللي كان عدي ناحيه فلير ومش هتستريح غير لما تنتقم وتخلص عليه. بياخدها كيرو وبيخرج، وقبل ما بيمشي التاجر بيقول له لو بتحب البنات من نفس الفصيله دي تقدر تجيلي بعد يومين، جاي لي بضاعه جديده تستاهل رفاعي. بيرجع الفندق اللي قاعد فيه وبيستخدم عليها مهاره الشفاء علشان يعالجها، وبيقدر يشوف ذكرياتها. بتكون بتتدرب في القريه بتاعتها ومحبوبه من كل الناس هناك. وفي يوم بتشوف مجموعه من المرتزقه ماشيين قريب من القريه بتاعتها، بتخاف يوصلوا ليها وبتهجم عليهم، لكن واحد فيهم بيمسكها ويعجنها ضرب. بيمسك اللي معاه بيعلقهم وبيفشخهم، وبيعرف ان اسمها سيتسونا. وبيرجع للتاجر وبيديله كميه جديده من العلاج، وبيقول له التاجر نصيبك في الواحده 10 قطعات ذهبيه. بيقول له كيرو كويس جدا، شد حيلك بقى واعمل فلوس اكتر. بيقول له اكيد، انا ليدرا جولد مان من اشهر التجار في المدينه هنا. بيمشي كيرو بيقول غريب، انا كنت متوقع من جولد مان انه يغدر بينا. بتقول له فلير تقصد ايه؟ بيقول لها كنت فاكره هيلم الرجاله بتوعه ومش هيسيبنا نمشي غير لما ياخد الوصفه. بتقول له بس الامور مشيت بشكل كويس ومعانا فلوس تكفينا نعيش حياه كويسه بقيه حياتنا. بيقول لها بس ده لو كنا ناس عاديه، لكن احنا ابطال لازم ننقذ العالم ولسه عاوزين نشتري سيف سحري ولبس. بتقول له خلاص يبقى نعمل فلوس تاني، حاجه حلوه ان احنا نعمل فلوس واحنا بنساعد الناس. بيرجع كيرو البيت وبتكون سيتسونا لسه نايمه. بتقول له فلير دي نايمه بقالها كذا يوم، شوفها لا تكون ماتت. بيقول لها اتحسنت كتير وجسمها اتعالج، هتقوم قريب. بعد شويه بتفوق سيتسونا وبترزع كيرو بالقلم وبتقول له عملت فيا ايه يا ابن العلق؟ بتتدخل فلير وبتقول لها ده جزاؤه انه انقذك واشتراكي وعالجك كمان. وبتلاقي ان جسمها اتحسن فعلا ومش حاسه باي وجع، وبتعتذر من كيرو وبتقول له باشا البلد اسفه والله اللي ما يعرفك يجهلك. بيقول لها ولا يهمك، اهم حاجه انك كويسه، اعرفك بنفسي انا كيرو. بتقول له وانا سيتسونا من عشيره الذئاب الجليديه. وبيطلب من فلير تروح عند ابو شلهوب السوري اللي على اول المدينه تجيب 3 شاورما. بتقول له زود التوميه، بيقول لها سيب التوميه عليا. بتقول له اوامرك يا زعيم وبتخرج. بتقول سيتسونا انا اسفه بس لازم اخرج من هنا، وبتطلع مخالب من ايديها وبتنط عليه، لكنه بيمسكها وبيفقلسها وبيقول لها مش عاوزه تعرفي انا ليه خلعتك الطوق اللي على رقبتك بتاع العبوديه. بتقول له ليه كنت ثم؟ بيقول لها ببساطه علشان انا اقوى منك ومش محتاجه علشان اخليكي تسمعي كلامي. بتقول له انت مين؟ بيقول لها اللي خدتك شمال ويمين، وعلى فكره انا سمعت من التاجر ان في مجموعه من الذئاب هتوصل قريب، والمرتزقه في الغالب هيوصلوا للقريه بتاعتك النهارده او بكره، ده غير اني عرفت مشكلتك انك ما عدتيش عارفه تتطوري ولا تبقي اقوى. بتقول له تقصد ايه؟ بيقول لها الوعاء الداخلي بتاعك اللي اتولدتي بيه صغير، عامل زي الكوبايه دي، كل ما هتتدربي وتعملي مجهود مش هتتطوري ومجهودك هيروح على الفاضي، بس انا اقدر اساعدك واوسع لك الوعاء ده واخليه لك اكبر بكتير. بجد والنبي يا ابو نواف؟ بيقول لها بس بشرط انك تكشفي عن اسمك الحقيقي. انت فاهمه انا اقصد ايه؟ بتقول له الاسم المنحوت على روحي، بس من مجرد ان انا اعرفك الاسم ده هتقدر تتحكم فيا زي ما انت عاوز. بيقول لها بتقول له كده ابقى حرفيا عبد عندك بقيت حياتي. بيقول لها لو مش عاوزاه خلاص. بتقول له لا موافقه، وهقول لك الاسم بعد ما تنقذ القريه بتاعتي. بيقول لها اتفقنا، بس علشان اعالجك وتبقى اقوى لازم تاخدي العلاج من رفاعي. مدي ايدك وسلمي على رفاعي وامسكي مستقبلك وقوتك بايديكي. بتقول له من اجل الانتقام والقوه. وبتقول له اعمل ايه؟ بيقول لها حطيه تحت لسانك وصفري. وبيرزعها واحد اسباب انهيار الاتحاد السوفيتي. بعد كده بيوصلوا عند قريه بتاعت الذئاب الجليديه، وبيكون في مرتزقه كتير فشخ هناك.
وبتقول سيتسونا ان المعركه لسه ما بدأتش، وصلنا في الوقت المناسب. وفلير بتقول دي حاجه لا تغتفر، انهم يلعبوا بارواح الناس وياخدوهم كعبيد ويبيعوهم. وكيرو واقف جنبها اللي هو وايه كمان يا بنت العرس، ده انا بتاعي بقى سماش بلابل من كتر الدوس عليه. والمرتزقه بيجيبوا شويه ذئاب ساخنات بيلسعوهم على طياسهم بالكرابيك قدام بوابات القريه. بتسكن سيتسونا وبتكون عايزه تهجم عليهم، لكن كيرو بيوقفها وبيقول لها اللي بيعملوه ده عشان يخرجوا المحاربين الاقوياء من جوه، اصبري شويه. وفعلا بيخرج المحاربين من القريه وبيشتبكوا معاهم. وكيرو بيقول لفلير اعملي اللي انا قلت لك عليه، وبيلبس ماسك وبيقول لسيتسونا يلا بينا هجهز لك المسرح علشان تاخدي انتقامك اللي انت عاوزاه. وبيقف قدام المرتزقه وبيقول لهم انا بطل السيف. بيقولوا بليد سما بتعمل ايه هنا، وبينزل يقطع في المرتزقه وبيستخدم مهاره كان اتعلمها من كرايلت. وكلهم بيتصدموا وبيقولوا ازاي بليد بيستخدم مهارات كرايلت. وبيروح للذئاب وبيقول لهم انا هنا بطلب واستجابه لدموع سيتسونا. بيقولوا له هي لسه عايشه، وبيقول لهم انا هنا علشان احقق العدل واخلص على اولاد الاحبه دول. بيقول لهم قائد المرتزقه هجموا عليه. بيعملوا كده، لكن فلير في الوقت دوت بتهاجم عليهم بالدشم الميتين ابوهم. وسيتسونا بتدخل المعركه وبالدشم الميتين ابوهم وبتخلص على القائد بتاع المرتزقه وبتحقق انتقامها. وبيقعدوا يحتفلوا بعد كده مع عشيرة الذئاب. وبعد شوية بيروح عند النهر مع سيتسونا، وعشيرة الذئاب كانوا راميين فيها جثث وحوش علشان ينتقموا من البشر على اللي عملوه فيهم. وبيقول كيرو لسيتسونا انا هسألك سؤال واحد، انا ممكن اقوي السم واخليه اقوى بكتير ويموت كل اللي موجودين في المدينة، والعكس برضه ممكن احط فيه العلاج ويعالج كل اللي موجودين في المدينة، فانت عاوزة ايه؟ الخيار في ايدك انت. بتقول له يا عم المسامح كريم عالجهم. بيعمل كده وبينظف النهر. وبنرجع القصر الملكي وبيكون الملك قاعد قدام ليونارد وهو بشكل كيرو، وبيقول له انت يا عاجز يا ابن العرس كنت السبب في موت فلير، بس انا هديك فرصة الانتقام والصلاحيات والسلطة وكل حاجة علشان تقبض على بطل الشفاه. وبتكون الأميرة نورين موجودة ورجعت من المملكة التانية. تاني يوم بيرجع المدينة وبيكون رايح لجولدمان علشان يبيع له آخر كمية، لأن بعد كام يوم كل اللي في المدينة هيتحسنوا بسبب إنه حط العلاج في النهر. وبيكون ناوي يخلص معاه ويسيب المدينة ويمشي. ويوصل للمكان وجولدمان بيقول له كنت خايف إنك ما تجيش بسبب إنك اتأخرت. بيقول له كيرو قابلت حد أعرفه في الطريق. بيقول له جولدمان تمام فهم، وبيطرقع صوابعه بيلم الرجاله اللي في المكان كله حواليهم وبيقول له نبدا بقى الصفقه الجديده. بيقول له كيرو انا كنت متوقع حاجه زي كده يا جولدمان، ولا اقول لك كوينتا مش ده برضو اسمك الحقيقي؟ بيتفاجئ كوينتا وبيقول له كل اللي انا عاوزه الوصفه وهسيبك تمشي انت واللي معاك. بيقول له لا مش عاوزين نمشي، وبيقف وبيمسك سلاحه. بيقول له كوينتا انت مش خايف على اتباعك؟ بيقول له دول جوز شراميط ملهمش اي لازمه، ممكن اجيب 2 غيرهم من عند اي بتاع عبيد. بيتفاجئ كوينتا وبيقول له ده طيب ونتفاهم. بيقعد كيرو وبيقول له لو انت عاوز الوصفه انا هلحقلك مقابل 500 قطعه ذهبيه. بيقول له كوينتا تمام احنا كده وصلنا لصفقه. وبيبعبصه وبيديله طريقه عمل صوص البيك تيستي وبياخد 500 قطعه ذهبيه وبيمشي. لكن وهو ماشي بتهجم عليه كرايلت لكنه بيسحب سيفه وبيوقفها قبل ما تشقه نصين. بتقول له مهاره السيف ديت خاصه بالعيله بتاعتي، مش مصدقه ان في حد بيستخدمها من بره العيله، انت مين بالظبط؟ بيقول لها انا مش عارف انت بتتكلمي عن ايه، في الغالب انت فاكراني حد تاني. بتقول له من كام يوم الجنود بتوع الملك كانوا بيحاولوا ينقذوا القريه بتاعه الذئاب الجليديه، وفي واحد كان بيستخدم مهاره السيف بتاعه عيلتي خلص عليهم، وانت اكيد الشخص ده. بتوقفها سيتسونا وبتقول لها بالعكس هو اللي انقذ القريه من الهجوم بتاع الجيش الامبراطوري اللي كان داخل القريه وكان عاوز ياخدنا يبيعنا كعبيد. بتقول كرايلت تمام يعني انت خلصت على الجنود وغسلت دماغ البنات دي كمان؟ ده انا لازم اشق امك نصين. بيقول لها ده جزائي، المفروض تكوني مدينه ليا بحياتك. بتقول له تقصد ايه؟ في نفس الوقت بتهجم عليها فلير لكنها بتهجم عليها وبتوقعها على الارض وبتقول لها ريحي انت شويه. وكيرو بيتعصب جدا وبيقول لها يا بنت العرس انت بتاذي ممتلكاتي، ده انا هركبك. وبيقول لي سيتسونا تخلي بالها من فلير وما تتدخلش. وبيهجم على كرايلت وبيشتبك معاها وبيقدر يصد هجمات كرايلت كلها. وبتقول له انت قادر تشوف تحركاتي يا ابن العرس؟ بيقول لها وحد قال لك ان انا نظري ضعيف؟ بتقول له انت ليه اخترت الطريق ده على الرغم من ان عندك مهارات كويسه؟ بيقول لها ارفعي. بتقول له ارفعي؟ بيقول لها ارفعي ده بتاعي. بتقول له يا ابن العلق وبتروح تغزه بالسيف، لكن السيف اول ما بيلمسه بيتكسر وبيكون هيشقها نصين لكنها بتضربه بايديها بتطيره بعيد، بس بيقف تاني وبيعالج نفسه. بتقول له مهارتك بالسيف والعلاج والتعويذه اللي دمرت بيها سيفي انت مين بالظبط؟ بيقول لها اقول لك لو سبتيني امشي. بتقول له ده على رفاعي. بيقول لها ايه ده انت بتطرطري وانت واقفه؟ تهجم عليه بيرمي عليها خناجر ووسطهم بيكون في ازازه فيها عصير فياجرا بتقع على كرايلت. بتقول له محاولتك ملهاش لازمه. بيقول لها هنشوف. وبيكملوا المعركه لكن حركتها بتبقى ابطا ومش مظبوطه وبتحس بحرقان في بتاعها. وبتقول له انت عملت ايه بالظبط يا ابن العلق؟ بيضحك عليها وبيقول لها مالك شكلك مش كويسه، بس كرايلت بتجز نفسها بالسيف
بيتفاجئ كيرو وبيقول بتتغلب على جرعة الإثارة بالإحساس بالوجع. انت فعلا تستحقي لقب قديسة السيف. يعني أي محارب بياخد معاه المعركة سيف ودرع وخنجر، وهو بينزل المعركة بسيف ودلدو وعصير فياجرا. عيل شرموط وبيهجم عليها لكنها بتقطع ايده. بيضحك وبيقول لها ده المتوقع منك يا كرايلين، بس ما قدرتيش تعدي توقعاتي. وبيستخدم الشفاء وبيطلع ايده تاني وبيمسكها من راسها وبيوريها الجنود وهم كانوا بيدشملوا القرية بتاعت الذئاب. بتتصدم من اللي بتشوفه وبيغمى عليها. بياخدها معاه الأوضة اللي قاعد فيها وبتقول له سيتسونا معركتك معاها كانت مذهلة. بيقول لها انت لما تتدربي هتبقي أقوى مني ومنها. وبتعتذر له فلير علشان خسرت من ضربة واحدة. بيقول لها ما تشيليش هم، أنا عندي بس طلب واحد منك عاوزك تعمليه. بتقول له أوامرك يا ملك. بيقول لها عاوزك تمثلي. بعدين بيستخدم الشفاء على كرايلين. بتفوق وبيكون رابط ايديها. بتقول له فكني يا ابن الشرموطه. بيقول لها انا عاوزك بس تعرفي الحقيقه، انا شفت اللي حصل والمملكه عملته. بتقول له مستحيل، المملكه الدرع والسيف اللي بيحمي البشر من الشياطين. بيقول لها صح، بس انصاف البشر مش جزء من ده. ما انت عندك في المملكه انصاف بشر كتير عبيد، فاكراهم جايين منين؟ من كارفور. انت لازم ترجعي العاصمه تاني وتدوري بنفسك وهتتاكدي من اللي انا بقول لك عليه. بتقول له انت مش ناوي تموتني؟ بيقول لها لو كنت عاوز اموتك كنت عملت كده من بدري. وبيرجع لشكله تاني. بتقول له بطل الشفاء كيرو. بتقول له انت موتت فلير وهربت. بيقول لها انا فاهم موقفك بس انا ما موتهاش. وبتدخل عليهم فلير وبتقول لها انا ما شفتكيش من زمان. وبتقول لها كيرو انقذني، كنا بنحقق في الجانب المظلم من المملكه، لكن قائد الحرس ليونارد عرف وكان عاوز يخلص عليا، بس انا قدرت اهرب بمساعده كيرو. وبرضه احنا اللي انقذنا قريه الذئاب من جنود الامبراطوريه. بتفهم كرايلت اللي حصل وفلير بتمشي وبتقول لها فكري في كلامي واكتشف الحقيقه بنفسك. بتروح كرايلت لكيرو بتقول له انا اسفه، انا ما كنتش اعرف كل ده، بس انا هساعدك في انقاذ العالم. ويقول لها تمام، بس عشان ننقذ العالم انت محتاجه تعرفي اسباب انهيار الاتحاد السوفيتي. بيجي تاني يوم وبيقعدوا يفطروا كلهم مع بعض وكرايلت بيكون لازقه لكيرو. من الواضح كده انه ذاكر لها جامد امبارح. وسيتسونا وفلير مش طايقين امها وبيقولوا لها ما كفايه احبانه بقى. وبيسمعوا صوت جاي من بره بيقول يا بطل الشفاء احنا عارفين انك هنا في المدينه دي، سلم نفسك. وبيكونوا رابطين مجموعه من البشر زي العبيد. وكرايلت بتقول للجيش الملكي هنا. وكيرو بيقول ان الناس دي من قريتي وعاوزين يستخدموهم كطعم علشان يخرجوني. وبيطلب من كرايلت تروح تجمع معلومات عن اللي بيحصل. بتقول له اوامرك يا زعيم. وبنشوف ليونارد قاعد وبيقول لهم لسه ما وصلتوش لحاجه. بيقولوا له لا. بيقول لهم انا متاكد انه في المدينه هنا. وبنشوف انا اللي ربت كيرو مرميه وراه وشكلها منكوحه وطالع ميتين ابوها. وبترجع كرايلت وبتقول له ان القريه بتاعتك اتدشملت بحجه انك زنديق والقريه كلها عندها معتقدات متطرفه. بيشكرها وبيقول لها كملي انت في جمع المعلومات وانا هخرج عشان اتمشى شويه. بيقولوا له هتروح فين؟ بيقول لهم لو ليونارد عاوز يشوفني فانا هعمله اللي هو عاوزه. وبيكون في مجموعه من الحرس ماشيين في الشارع ومعاهم ناس من القريه. وكيرو بيقول الحمد لله ان انا مش معاهم، ما علشان مرميه ورا ليونارد متعشر فيها وطالع ميتين ابوها. وكان بيراجع لها اسباب الحرب العالميه الاولى والثانيه الاتنين مع بعض. وبيخطف واحد من الحراس وبيقول له ده انا يا مورلي. وبيكون عارف اسمه وكل حاجه عنه من ذاكره الشخص اللي اتحول له. ده كان جندي من اللي هجموا على قريه الذئاب. وبيقول له الله مرتع انت لسه عايش؟ بيقول له هربت بأعجوبة من الهجوم اللي حصل علينا، وانت عارف اللي يهرب من ارض المعركه عقوبته الموت، وعاوزك تساعدني ارجع الجيش تاني. بيقول له اعتمد عليا هعمل كل اللي اقدر عليه. بيقول له ادي الجواب والشارة دول بس للقائد ليونارد. بيقول له تمام. وبيقول له اللي انتوا بتعملوا ايه؟ بيقول له دول اهل القريه اللي منها بطل الشفاء بنعربد فيهم وبنطلع ميتين ابوهم. بيقول له ده غير ان فاتك عرض ابن كلب كان سكس مباشر. القائد ليونارد مسك الست اللي ربت بطل الشفاء ورزعها واحد قدام اهل القريه والجنود كلهم. بيتصدم كيرو لكنه بيعمل نفسه مش مهتم وبيقول له كان تحفه فنيه اللي بيحصل، كانت نتايه وعليها جوز وراك ولاد كلب. بيقول له خلاص في امك روح سلم الجواب. بيتعصب جدا كيرو بيقول انها كانت اخر فرد من عيلتي وحليفتي الوحيده في العالم ده واللي ادتني الحب من غير مقابل. بيجي الليل بيروح ليونارد ومعاه مجموعه من الجنود لمكان مهجور. بيقابله كيرو وهو متنكر. بيقول له ليونارد اخلص قول لي مكان بطل الشفاء فين. بيقول له قدامك. بيرجع وشه تاني وبيسحب السيف لكنه مش بيقدر وجسمه بيتشل. بيقول له ليونارد انت عملت ايه؟ بيقول له بخور شل الاعصاب. وبعدين انت غبي قوي جاي في مكان زي ده وانت عارف ان انا اقدر اغير شكلي. وبيحط ايده على وشه وبيستخدم مهارته وبيقدر يشوف اللي عمله في القريه بتاعته هو والجنود بتوعه. بيكونوا ولعوا فيها وموتوا ناس كتير منها وركبوا كل النسوان اللي في القريه. وشافوا هو بيركب انا وبيراجع لها اسباب الحرب العالميه الاولى والثانيه وبيتعصب جدا من اللي عمله. بس كيرو ابن الفجره ابن الجحده ابن
الكرييتيف عمل حاجة بنت فتاجة أجمد انتقام شفته. بيحولوا البنت وبيلبسوا قميص نوم وبيغسل دماغ الجنود اللي معاه وبيزنجهم وبيمسكوه يركبوه حرفيا، بينكحوا كل خرامه وبيروح ينقذ انا لكنها بتكون ماتت، وبيرجع البيت وتروح فلير وستسون عشان يواسوه، بس بيعمل معاهم واحد أحزان وهو بيعيط وبيقولوا انه هينتقم من الدولة كلها. وبيوصل جواب للأميرة نورين بان ليونارد مفقود. بتقول طبيعي لما اختي يبقى ملهاش لازمة اكيد اتبعها كلهم ملهمش لازمة، على الرغم من ان حطيت لهم خطة كويسة جدا وقلت لهم يروحوا القرية. وبتكون ما تفرقش حاجة عن فلير، الاتنين طالعين من نفس الزبالة، وبتكون ماسكة واحد دايسة عليه هو واللي خلفوه، وبتقول كده لازم اموت كل سكان القرية. بترجع كرايلت لكيارو بتقول له ان هم حددوا ميعاد الاعدام وهيكون بعد 5 ايام جوه الكولسيوم، وبتحذره ان هو ما يروحش علشان الكولسيوم دوت مكان خطير بيعملوا فيه اصلا مباريات بين انصاف البشر والوحوش، والمكان مجهز باليات دفاع علشان محدش يقدر يهرب منه، وفي مدخلين ليه بس، وفي احجار سحريه بيستخدموها علشان يقفلوا الكولسيوم، وبتقدر تمتص اي قوه او قدرات. فراجع نفسك علشان الموضوع دوت عامل زي الانتحار لو هتروح. بيقول لها ما عنديش خيار تاني. بتقول له انا مش هسيبك، انا هساعدك. بالمناسبه انا سمعت ان الاميره نورين رجعت العاصمه تاني. بيتفاجئ كيارو لما يعرف وبيقول انها اوسخ من فلير اصلا، وبيحس انها هي اللي ورا اللي بيحصل ده، وبيفتكر لما قابلها اول مره ودخلت عليه وهو مرمي على الارض وقالت له انت بقى حيوان فلير الاليف، سمعت ان عقلك اتدمر من المخدر لكنه رجع لك تاني صح؟ بيتصدم لما بيسمع كده وبيستغرب عرفت ازاي. بتقول له فلير دي غبيه قوي عشان لحد دلوقتي ما اكتشفتش الموضوع، بس انت ليه لسه بتتصرف كده؟ انت مبسوط وبولت بيركبك كل يوم، بس انت حر اعمل اللي انت عاوزه. بيقول لها تقصدي ايه؟ بتقول له انت مش عاوزهم يعرفوا انك سليم صح؟ بيقول لها اه. بتقول له انا مش هعرف حد بشرط تفضل تراقب اختي وتنقل لي كل اخبارها. وبيقعد يفكر بيقول اعمل ايه معاها، اخلص منها ولا لا؟ هي لحد دلوقتي ما عملتليش حاجه في العالم ده وهي مش على قائمه انتقامي، فبيقرر انه يحاول يتجنبها في الوقت الحالي، بس لو وقفت في طريقه هيخلص عليها. وبيقول انا متاكد ان لو في حد في العالم دوت قادر يموتني فهيكون هي. بيجي يوم الاعدام وبيدخل الكولسيوم وبيلاقي فيه 40 واحد من القريه هيتم اعدامهم، وبيقول ده معناه ان باقي اهل القريه ماتوا. وبيتقدم واحد من الجيش وبيقول ان الشراميط دول من قريه الزندقه والعربده وعبده الشياطين زيهم زي بطل الشفاء وتم الحكم عليهم بالاعدام. بيقف كيارو وسط الناس وبيظهر نفسه بينط وبينزل الساحه، بيقول له سلم نفسك وافدي الناس ديت بروحك. بيقول له امهم ما يولعوا بجاز وسخ. بيؤمر الحراس يهجموا عليه لكنه بيلمس كل واحد بس لمسه جسمه بيفرقع، بيمشي ناحيتهم بيقول له اقف والا هنموتهم. بيقول له موتهم، وبيؤمر الحراس انهم يموتوهم وبيبداوا يجزوا فيهم. وكيارو بيرمي سيف بيرشق في طيز واحد من الحراس، بيقول له القائد شفت في 4 ماتوا بسببك. بيقول له بسببي؟ هو انا اللي امرت بموتهم ولا انت؟ بترمي باللوم عليا ليه؟ فعلا الاحبه الهيك واللي فيها تجيبوا فيه، وعلشان انتوا موتوا اهل قريتي الاحباء انا هموتكم كلكم وانتقم ليهم. بيقول له اقف، لو قربت هنموت ناس اكتر. بيقول له عادي حتى لو موتهم كلهم انا هنتقم ليهم. بيؤمر بتفعيل الحاجز بس الحراس بيبداوا يقعوا على الارض وكيارو مش بيتأثر، وبيقول ان الحاجز بيحبس الشخص جوه نفسه وبيبدأ يستنزف قدرته على التحمل والسحر، بس في جواهر معينة لو لبستها بتمنع ان ده يحصل. بيكون بعت فلير وستسونا للأوضة اللي فيها الأحجار وخلاها يعكسوا التأثير بتاعها ويكون على اللي لابس الجواهر بس، وخلاها تفرقع وتموت اللي لابسها. وبيقف وسط بحر من الدم وهو مستمتع. بيقول لهم القائد يخلعوا الجواهر بسرعة بس بيكون مات منهم عدد كبير جدا. وبيقول لهم كيارو اللي هيديني ظهره هيموت، بس بيلاقي الكرويين بيموتوا وهم مربوطين. بيستخدم عينه وبيلاقي ان هم متسممين اصلا. بيتعصب جدا وبيقول لهم انتوا مخططين من الاول ان انتوا تموتوهم حتى لو انا كنت سلمت نفسي، ودلوقتي اقدر اموتكم بكل اريحيه من غير شفقه ولا رحمه. بيقول له القائد بس احنا ما كناش نعرف اي حاجه عن السم ده. بيظهر مجسم لفلير وبيتفاجئ كل اللي في الكولسيوم انها لسه عايشه، وبتقول لهم انا هقول لكم على الحقيقه بتاعت المملكه اللي مخفيه عنكم، زي انهم بيهاجموا قرى انصاف البشر وبيبيعوهم كعبيد، والحرب مع الشياطين بتتنظم عشان تجيب ارباح، ولو المملكه لقت ارض فيها ثروات وكنوز سكانها كلهم بيموتوا تحت حجه الزندقه والتعاون مع الشياطين، ودي الحقيقه اللي انتوا ما تعرفوهاش. وبطل الشفاء كيارو مثل ان هو موتنا وخرجني من القصر. بيقول القائد بتاع الجيش محدش يصدقها، الاميره ماتت، بس فلير بتستخدم تعويذه من المستوى السادس، ولما بيشوفوها بيقولوا هي محدش يقدر يستخدم تعويذه زي دي غيرها، وبتقول لهم انا معاكم ولازم نوقف اللي بيحصل في المملكه ده. وبيستغل كيرو التعويذه بتاعتها وبيهرب، وكل الناس اللي في الكولسيوم بيعملوا انقلاب وبيهجموا على الحراس وبيموتوهم. بنشوف كيرو والحريم اللي معاه في حته كده، وما شاء الله عليك يا ابني من 40 واحد ما قدرتش تنقذ غير واحد.
كنت خليتك في البيت تجيب لك فطيره سجق كيري تاكلها وتلسع لك واحد مع اي واحده فيهم، اجدع من الفرهده دي والله. بيقول اكيد اللي ورا فكره السم دي هي نورين، وبيروح على حدود المدينه علشان يمشي هو وفلير وسيتسونا، وبتودعه كرايلت وبتقول له خد بالك علشان الامبراطوريه بتجهز لرحله استكشاف كبيره. بيقول لها فين؟ بتقول له مدينه برونيكا، والقائده بتاعت الرحله هي نورين، فحاول تبعد عن المدينه دي. بيقول لها في الاغلب انه من الافضل ان انا اروح هناك. بتقول له ليه؟ بيقول لها ما تخافيش انا عندي خطه، وانت كملي جمع المعلومات عن المملكه. وبيسيبها وبيمشي. بيكون شاغل تفكيره موضوع البعثه الاستكشافيه لبرونيكا دي علشان ما حصلش حاجه زي كده في حياته اللي فاتت. بتقول له سيتسونا برونيكا دي فيها حاجه مميزه؟ بيقول لها دي المدينه الوحيده اللي بيعيش فيها البشر والشياطين مع بعض. بتقول له فلير طب ده مش مكان خطير؟ بيقول لها لا، الشياطين فيها الكويس وفيها الوحش زي البشر، فيهم الكويس وفيهم ابن الاحبه. بتقول له مش الجيش الامبراطوري هيكون هناك؟ احنا ليه رايحين؟ بيقول لها في شخص عاوز اقابله. بيجي الليل وبيقعدوا يخيموا، بس طبعا كيرو الفحل بيلسعهم واحد وبيطلع يقعد بره وبيصلح السلاح بتاع فلير علشان بيكون اتكسر، وبيقول انه مش هيستحمل كتير ولازم يجيبوا سلاح جديد لفلير يستحمل سحرها، والسلاح المناسب لكده لازم يكون واحد من اسلحه السماء، الاسلحه الاقوى اللي محدش يقدر يستخدمها غير الابطال. بتكون على شكل حجر كريم، واول ما بيلمسها البطل بتتحول لاحسن سلاح يقدر يستخدمه. وفي حياتي اللي فاتت ما كانش فيه غير 3 احجار وما جاتليش فرصه اجرب واشوف السلاح اللي هيطلع لي. وبيفتكر بوليت وبليد وبيقول وقتكم قرب، وبيوصلوا لبرونيكا، ولما بيدخلوها بينبهروا ازاي الشياطين والبشر عايشين مع بعض وتعاملهم مع بعض عادي. بيسالوا ويقولوا ازاي وصلوا لكده. بيقول لهم كيرو ان المدينه دي حدوديه، ومن 20 سنه الشياطين هجموا على المملكه وكانت في اضعف حالاتها فتخلوا عن المدينه، لكن بمرور الوقت المدينه ما وقعتش وبقى فيها كل الاعراق، بشر وشياطين وانصاف بشر. وبيدخلوا مطعم علشان ياكلوا ويستريحوا، لكنهم مش بيلاقوا مكان، بس بيكون في ترابيزه قاعد عليها بشري وشيطان بيقعدوا معاهم وبيتكلموا مع بعض. وبيسال كيرو بيقول لهم ازاي المدينه دي ماشيه كده وفي تعاون بين الاعراق. بيقول له من 20 سنه لما الملك ابن الاحبه اتخلى عنا كنا فاكرين خلاص ان دي النهايه، لكن السيد بتاع المدينه اتفاوض مع الشياطين وكان مفاجاه لينا كلنا ان هم وافقوا وعشنا مع بعض. في الاول كله كان مخون بعضه، لكن مع الوقت اتعودنا وخلينا هدفنا ان المدينه تتطور وتكون احسن. بتيجي البت بتاعت الحانه وبتقول لهم معلش ممكن شخص كمان يجي يقعد معاكم؟ بيقول لها مفيش مشكله. بتدخل تقعد واحده، واول ما بيشوفها كيرو بيتصدم وبيقول ازاي دي ملكه الشياطين، وبيستخدم عينه عشان يتاكد هي ولا لا. بيلاقيها اضعف بكتير لكن عندها مهارات وقوه سحريه جامده، فبيقول ان هي لسه ما بقتش ملكه الشياطين، لسه 4 سنين على ميعاد المعركه اللي حصلت، اكيد اتطورت في الفتره دي والموضوع منطقي بالمهارات اللي عندها دي. بيقول الشيطان ان في من الشياطين مجموعه كبيره مش بيحبوا البشر، بس ملك الشياطين مسيطر عليهم كلهم محدش يقدر يعصيه، ده لحد دلوقتي محدش يعرف شكله ايه. بيقول الراجل اللي معاه اكيد شكله مرعب علشان الشياطين كلها تخاف منه ويسمعوا كلامه. بيقول كيرو او بنت جميله ولطيفه وبيشاور على ملكه الشياطين، بيضحكوا عليه وبيقولوا له ازاي بس يا جدع، وبتقول له ملكه الشياطين انت سكرت ولا ايه؟ بيقول لها لا بس انت شبه ملكه الشياطين اللي انا اعرفها بالظبط. بتقول له انا شيطانه ضعيفه وتافهه، اكيد انت متلخبط بيني وبين حد تاني، بس انت ليه قلت ان انا ملكه الشياطين؟ بيقول لها علشان انا قابلتها من زمان، كان شعرها ابيض جميل وعينيها حمراء شبه طيز القرد وعندها اجنحه سودا بتلمع. بيقول له الشيطان اللي انت بتوصفه ده شياطين عشيره الجناح الاسود. بيقول له كيرو هو في مشكله ان ملكه الشياطين تكون من العشيره دي؟ بيقول له اكيد ومشكله كبيره كمان، عشان ملك الشياطين الحالي امر بابادتهم كلهم وحط مكافاه كبيره جدا على اللي بيسلمهم احياء او اموات تكفيك انت وعيالك واحفادك تعيشوا حياه كويسه. بيقول له كيرو ياه للدرجه دي؟ امال هيحصل ايه لو ظهر واحد من العشيره دي هنا؟ بيقول له هتبقى مجزره، الكل هيموت في بعضه علشان يقدم مكافاه. بيخلصوا اكل وبتقوم ملكه الشياطين. بيقول لها كيرو قولي اسمك على الاقل. بتقول له ما يخصكش وما تحاولش تتدخل اكتر من كده. بيقول لها طب صد الهجوم ده بكل قوتك والا هتموتي. بتقوم فلير وسيتسونا بيستخدموا قدراتهم، في نفس اللحظه بيدخل هجوم قوي جدا المكان بيدمر نصه، بيوقفوه بالعافيه وملكه الشياطين بتصده بكل سهوله. بيقول كيرو ان الهجوم ده متجهز من بدري مش عشوائي، وكانوا عارفين انك هنا، وفي الغالب برضه ان الهجوم دوت مجرد الهاء، وملكه الشياطين بتتصاب بسهم في فخدها بيكون مسموم وبيشل حركتها وبيخليها تقع على الارض. وبيقول لها كيرو الرجاله دول كانوا هنا عشانك اصلا، ولو انت عاوزه مساعده اطلبي ولما تفوقي نبقى نتكلم. بتقول له انقذني وحياه امك وبيغمى عليها. وبيقوم كيرو علشان يفوكين ديفل وبيقول له انت مجرد بشري شرموط، انت فاكر نفسك هتقدر تعمل حاجه؟ وبينط عليه عشان يموته، لكنه بيلمسه بيخليه يجيب دم من كل حته، وبياخد ملكه الشياطين وبيهرب من المكان هو والحريم بتوعه، وبيستخدم الشفاء عليها وبيشوف ذكرياتها وبيضحك وبيقول فهمت كده كل حاجه، انت هتخلي المستقبل ممتع. وبيوصلوا المكان بيستخبوا فيه
فيه، وبيقول لفلير وسيتسونا يروحوا يجيبوا شاورما من على اول الشارع. بيقولوا لهم جبتوا 100 ولا انت هتعمل الواجب؟ بيقول لهم عيب بقى ما تصغروناش. بتقول له ملكة الشياطين انت عاوز ايه؟ بيقول لها انا قابلت ملكة الشياطين واتكلمت معاها قبل كده، احنا هنتقابل في المستقبل وفي خلال 4 سنين انت هتكوني ملكة الشياطين. بتقول له ما تبطل فسا بقى يا عم. بيقول لها اقدم لك نفسي، انا بطل الشفاء كيارو. بتفرد اجنحتها وبتقول له انت بطل يا ابن الشرموطة. بيقول لها اه يا ايف. بتقول له انت تعرف اسمي؟ بيقول لها اعرف كل حاجه عني، وان عندك سحر النور والظلام والاستدعاء، ده غير انك تقدري تستخدمي فن الجناح الاسود. ايه رايك تسمعيني الاول وبعدين تقرري انت عاوزه تعملي ايه؟ بتقول لورجي. بيقول لها مفيش شك ان الابطال ادوات في ايد البشر بيستخدموها علشان يموتوا الشياطين، بس انا عاوز اعيش مع الشياطين، واعتقد انت هتحتاجيني علشان توصلي للقب ملكه الشياطين، وانا محتاجك علشان اعيش مع الشياطين. بتقول له انا مش هقدر اثق فيك، انا ممتن انك انقذتني بس انا افضل ان انا اكمل لوحدي. بيقول لها عيله صغيره زيك هتعمل ايه؟ انا ما كنتش موجود النهارده كان فاتك ميته، انت ناقصك حاجات كتير، مهارات ومعرفه وحلفاء. انا عارف ان الاجنحه بتاعتك دي شايله ارواح كل اللي ماتوا من العشيره بتاعتك، وانا عاوز اساعدك توصلي لانتقامك من الملك الحالي اللي امر بقتل العشيره بتاعتك كلها بسبب خوفه من ان حد منهم يرجع يبقى ملك تاني. بتقول له انت عاوز مني ايه بالظبط؟ انا مات كل اتباعي وحراسي وحلفائي، وكل اللي قادر اعمله لحد دلوقتي هو الغرق. بيقول لها خليكي معايا وانا هعوضك عن كل اللي خسرتيه، وانا بقول لك ما تسمعيش كلامه وعايز يرزعك واحد. بيقول لها عندي خيار هيريحك. بتقول له ايه؟ بيقول لها انك تموتي ملك الشياطين الحالي وتبقي انت الملكه، وبكده تحققي الانتقام بتاعك وتنقذي بقيه عشيرتك. بتقول له قبل ما اوافق قول لي نواياك الحقيقيه، انت مش بتعمل ده لله وللوطن، هدفك الحقيقي ايه؟ بيقول لها انك تتعرفي على رفاعي. بتقول له يا ابن العرس. بيقول لها بعد ما تخلصي على ملك الشياطين الحالي وتبقي الملكه اقعدي انت ورفاعي وتتعرفوا على بعض. بتقول له سيبنا افكر في الموضوع. بيجي تاني يوم وبتكون ايف نايمه والمفروض تصحى على صوت زقزقه العصافير، بس بتصحى على صوت كيرو وهو بيراجع لفلير وسيتسونا اسباب انهيار الاتحاد السوفيتي. بتقول له يا ابن العرس هو فين؟ بيقول لها البنات عندهم امتحان قريب براجع لهم. بتقول له يا ابن العرس اتاريك عاوز تذاكر لي انا كمان. بيقول لها والله براحتك انا مش هجبرك على حاجه. بتقول له انا محدش يقدر يجبرني على حاجه. بيقول لها في الحاله دي رفاعي بيسلم عليكي وبيلسحها واحد اسباب انهيار الاتحاد السوفيتي. بعد ما بيراجع للثلاثه بيقعدوا ياكلوا وفلير وسيتسونا بيقولوا له كل يا فحل انت محتاج تتغذى. بيقول لهم الاكل تاني احلى حاجه في الدنيا. بتقول له ايه اول حاجه؟ بيقول لها انك تحطيه تحت لسانك وتصفري. بتقول له يا ابن العرس. بيقول لها بما انك مرشحه انك تكوني ملكه الشياطين وحفيده ملك الشياطين السابق، فانا عندي اقتراح ليكي، اتعاوني معايا انا وفريا وسيتسونا، احنا اقوياء وهنساعدك، وبوجودك معانا انا اوعدك ان انت هتكوني ملكه الشياطين، وفي المقابل ده كله انا عاوز حجر للفلاسف لما نموت ملك الشياطين. بتوافق ايف. بعد الاكل بيروح ينظف الديناصور اللي بيركبه. ابن العلق مش سايب حاجه بتتركب غير لما ركبها. بيقول لي ايف ان عشيره الاجنحه السوداء بتتميز بقدره خاصه على السيطره على الكائنات الشيطانيه، فايه نوع الكائن الشيطاني بتاعك؟ بتقول له انا عندي واحد بس من الصعب نوصل له، بالاصح في امتحان لازم نخلصه عشان نقدر نوصل له. بيقول لها مفيش مشكله، احنا محتاجين اي حاجه تزود قوتنا عشان نوصل لهدفنا. ايه نوع الكائن الشيطاني ده؟ بتقول له ده الطائر الاسطوري للامراض كالاديريوس. بيقول لها احا مش ده اللي في الاساطير القديمه؟ بتقول له اه. بيقول لها الاسطوره بتقول في وقت انتشر مرض قوي جدا في العالم كله وهو اللي خلص على المرض ده وانقذ العالم. وفي برضه اسطوره تانية بتقول ان طائر اسطوري منقرض اسمه كالاديريوس رفرف بأجنحته بس على دولة قدر يمسحها كلها، باختصار عنده القدرة على الشفاء أو التدمير. بيضحك ضحكة خبيثة وبيقول أنا عاوزه. يا كل أمك لو عايز تركبه هو كمان. بتقول له أنت مجنون يا اسطى، أنت لو رحت هتموت. بيقول لها ما تخافيش كيرو لديكم لا خوف عليكم. بتقول له بس الطريق لهناك كله أمراض هنموت قبل ما نوصل. بيقول لها خول أنا يعني هقدر أشفي كل الأمراض. بتقول له ماشي أما نشوف آخرة المشي ورا الشراميط إيه. ما معروفة الشربطة مرمطة وهو هيمرمط أمك. بتقول له عشان نبدأ الاختبار ده في شروط لازم نعملها، وواحد من الشروط دي رحلة حول الكوكب وده هياخد وقت كبير جدا مننا. بيقول لها معاكي حق، انا هروح دلوقتي اجمع معلومات وانتم خليكم هنا. بتقول له ايه بس انت لو رحت هيركبوك، هم عارفين شكلك. بيغير شكله وبيقول لها كله هيبقى تمام. بيروح المدينه عند المطعم اللي اتدشمل، لكن بيجري عليه واحد من الشياطين وبيقول له انت جريء جدا انك تيجي هنا تاني، وبيهجم عليه وبيقول له انت مخبيها فين. بيقول له كيرو تقريبا انت متلخبط بيني وبين حد تاني. بيقول له حتى لو غيرت شكلك ريحتك المعرصه دي انا مش هنساها. بيقول له كيرو لا محنك ياض. بينط وبيرمي عليه خناجر، واحد منهم بيرشق في الطور اللي راكبه فالطور بيهيج.
وبيستغل الوضع وبيهرب وبيقول له انا هرجع لك تاني. وبيكون كيرو بالليل في الغابه ومعاه سيتسونا وبيقدر يوصل لمكان الشيطان اللي كان بيجري وراه الصبح وبيطلع عصير الفياجرا وبيرميه على الطور وبيقوم الطور وهو منتصر وبيدخل الخيمه وبينط على الشيطان صاحبه بينكحه حرفيا. يا ابن العرس يا خول يا مجنون يا كرييتيف. وبيجي مجموعه من الشياطين التانيين يشوفوا في ايه، بيهجم عليهم مع سيتسونا وبيخلص عليهم بس بيسيب 2 وبيحطهم في حفره مع الطور وبيكسر لهم ايديهم ورجليهم وبيقول لهم انا هسيبكم وامشي لو جاوبتوني بصراحه. بيقولوا له عاوز تعرف ايه؟ بيقول لهم حد تاني غيركم يعرف حقيقه ايف؟ بيقولوا له لا. بيقول لهم تمام وبيسيبهم وبيمشي والطور بيقوم وبيركبهم ويعشر فيهم. وبيجي تاني يوم وبيروح السوق مع فلير علشان يشتري لها سلاح جديد. بتلاقي سلاح وبتجربه بتلاقيه كويس بس كيرو بياخده وبيعدل عليه وبيخلي تدفق السحر فيه احسن. والبياع بيتفاجئ وبيطلب انه يشوف السلاح وبيلاقيه اتحسن كتير جدا عن الاول. بيقول البياع لكيرو عندي 2 كمان ممكن تاخدهم تعدلهم وهرجع لك تلت الفلوس اللي دفعتها. بيقول له كيرو النص. بيقول له البياع كده مش جشع. بيقول له كيرو انت هتبيع ال2 بضعف ثمنهم. بيقول له موافق وبيعدل كيرو السلاحين والبياع بيرجع له نص الفلوس وبيديله خنجر هديه. في نفس الوقت بيلاقي الناس بتجري في المدينه وبيقولوا الجيش الامبراطوري وصل للمدينه. بيطلب من فلير ترجع الفندق وهو بيروح يستكشف الوضع ونورين بتكون وصلت ومعاها الجيش ومش اي جيش، فرسان الرمح المقدس قوات النخبه في الجيش وده معناه انها مش بتهزر. وبيلمح معاها بطل السيف بليد وبيقول ده انا هركبك واطلع 200 امك يا بنت العرس. بيلمح واحد تاني وبيقدر يشوفه من بعيد وكيرو بيتفاجئ لما بيشوفه وبيهرب. وبيكون ده عين الصقر بطل من الابطال ال3. يعني مش كفايه سارقين شكل ميهوك لا والاسم كمان يا اخي ام الكرياتيفيتي. وبعد يومين بيقعد مع تاجر الاسلحه في مطعم بيعرض عليه كيرو جرعات شفاء وتحمل والتاجر بيقول له جودتهم عاليه جدا انا هاخد منك كل الكميه اللي معاك. بيقول له كيرو قشطه. بيقول التاجر لكيرو بما انك صديقي انا عاوز احذرك علشان انت ماشي مع 3 نسوان ملبن. بطل السيف بليد مش بتفلت اي انتايه ولو وقعت واحده قدام عينها وعجبتها مش بتسيبها. انا سمعت انها مسكت واحده وهرست امها من كام يوم وبعد ما خلصت كسرت لها ايديها ورجليها. ولما اهلها عرفوا ان بطل السيف ما قدروش يعملوا حاجه غير ان هم يعيطوا ليل ونهار فحاول تبعد عن المكان اللي هم موجودين فيه وانا سمعت انها بتسهر في حانه قريبه من هنا. بيقول له تمام وبيفكر انه يستغل الوضع ده ويستخدم فلير كطعم علشان بليد كانت بتعشق فلير في حياته اللي فاتت. كان دايما بيجي لها انتصاب في مهبلها كل ما بتشوف فلير بس بيفكر في حاجه تانية وبيرجع الاوضه مع البنات وبيقول لفلير حط لي مكياج. كلهم بيبصوا له وبيقولوا له احا وايف بتقول له اخس وانا اللي كنت فاكراك فحله طلعت خول. بيقول لهم يا اولاد العرس دي خطه وبيحول نفسه لانثى وفلير بتمكيجه وبتلبسه فستان وبترفع سيتسونا الفستان. بيقول لها عاوزه ايه؟ بتقول له عاوزه اتاكد هو لسه مكانه ولا قطعته وشقيت كمان. بيقول لها يا بنت العرس وبيروح الحانه اللي بليد بتقعد فيها وبتكون لسه ما وصلتش وبيشرب حاجه وبعد شويه بليد بتوصل واول ما بتشوفه بتقول له اوه ما تيجي نطرقع واحد. بيقول لها كيرو ايه ده انت بتكلمين انا؟ بيقعد شويه مع كيرو وبيحط له حاجه في النبيذ لحد ما بيغمى عليه وبيشيله وبياخده عشان ينكحه لكن بيطلع عليها واحد بخنجر وبيقول لها انا هنتقم منك على اللي عملتيه في بنتي. بتقول له مين فيهم؟ سوسو ولا لولو ولا توتو؟ بيقول لها شوشو وبيهجم عليها لكنها بترمي كيرو علشان تهجم عليه. بيقول لها يا بنت العرس وبينط بيضرب الراجل وبيقول له ريح انت بقى. وبليد بتقول لها المخدر ما كانش ليه تاثير عليكي من الاول وبتهجم على كيرو لكنه بيتفادى الهجوم وبيرزعها بالبوكس. بتتجنن وبتقول له يا ابن الشرموطه بتضرب وش الجميل وبتستخدم السيف بتاعها وكيرو بيسحب الخنجر اللي معاه وبيقول السيف المقدس راجناروك بيزود القدره الجسديه وبيقوي صاحبه وبيزود قدره الشفاء كمان. بيهجم على بليد لكنها بتمسك الخنجر بصباعين وبتبدا تهجم على كيرو بس كيرو بيستخدم ابر وبيقدر يسيب بليد بواحده في رقبتها لكن بليد بتسحبها وبتكمل هجوم على كيرو وبتمسكه من رقبته وبتقول له انت فاكر ان الابر المسمومه دي هتاثر فيا؟ طول ما انا ماسكه السيف دوت مفيش حاجه من دي هتنفع ضدي. انا بحب البنات العنيفه اللي زيك جبتيلي انتصاب في المهبل ده انا هحط السيف في طزق بالعرض. وبترزعه في الارض بيغمى عليه. بيفوق بيلاقي نفسه متربط على السرير وشامم ريحه واحد بدي اس ام هيحصل. وبليد لما بتشوفها فائد بتقول لها انا هلبس الدلدو واجي اركبك دلوقتي وبتروح تقفش فيه وتبوس وبتنزل بايديها على بتاعه على اساس انها هتلاقي شق القمر لكنها بتتصدم وبتقول له ايه ده؟ بيقول لها ده رفاعي. بتقع على الارض بتقعد ترجع وبتقول انا لمست حاجه زي دي بايدي يعني قمه الشذوانه. في نفس اللحظه كيرو بيقوم وبيضربها بسكينه مسمومه كان محطوطه في الجزمه بتاعته وبليد حركتها بتشل وبتحاول تروح تمسك راجناروك
لكن كيرو بيوقفها وبيقول لها انت مسكتي بتاعي ووقف يرضيك ينام زعلان، وبيرزعها واحد اسباب انهيار الاتحاد السوفيتي. بيستخدم عليها المهاره بتاعته وبيشوف ذاكرتها، وبيعرف ان نورين بتخطط تعمل عمليه بحث وتدمير شامل خلال 3 ايام جوه المدينه. بعد كده بياخدها على مسرح وبيخلي 3 يركبوها وبعد كده ياكلوها حرفيا. ولما بتموت السلاح بتاعها بيرجع لشكل الجوهره تاني. بياخد الجوهره وبيمشي وبيقول كده لسه بولي، وبيروح تاني يوم محل الاسلحه ياخد الفلوس بتاعه الجرعات. بيجي من وراه عين الصقر وبيقول ما كنتش اتوقع ان في جرعات مستواها عالي ممكن تكون بتتباع في المدينه هنا. بيتفاجئ كيرو عشان ما حسش بوجوده وبيقول شكله اقوى مما كنت اتوقع. وبيسال كيرو بيقول له انت اللي عملت الجرعات دي؟ بيقول له اه. بيقول له انت ماهر في الكيمياء، ومش الكيمياء بس واختلاس النظر كمان. بيبعد كيرو بيقول كنت متوقع انه شافني. وبيساله عين الصقر بيقول له انت كنت بتراقبنا ليه؟ بيقول له انا كيميائي وجيش كبير زي دوت لو دخل المدينه انا لازم اعرف علشان اجهز نفسي واحمي استثماري. بيقول له كلام مقنع ونصيحه ليك ما تعملش حاجه تخلي فيه شك حواليك. وبيشتري الجرعات وبياخد بعضه وبيمشي. وكيرو بيقول دفاعه مقفول مفيش اي فرصه هجم عليه. وسيتسونا بتمسك فيه وبتقول له الراجل ده مرعب بيجي الليل. وبيقول كيرو عشان اقدر اكمل انتقامي واقدر اخلص على عين الصقر انا لازم يبقى معايا سلاح اسطوري. وبيستخدم الجوهره وبتتحول لقفاز وبيقول له انا الدرع المقدس جورجيوس. بيفرح جدا كيرو وبيجيله انتصاب من جمال السلاح. وبيدخل على فلير وسيتسونا بيلصقهم واحد احتفال بمناسبه السلاح الجديد. وبنشوف نورين وهي بتسال عين الصقر على اي معلومات عن بليد بيقول لها مفيش. بعد كده بتاخده وبتروح نص المدينه وبتلم السكان كلها حواليهم وبتقول لهم انا جيت هنا علشان احرر المدينه اللي بيسيطر عليها الشياطين. الشياطين هنا بيعاملوا البشر زي الحيوانات وبيطوروا نفسهم وقوتهم علشان يهجموا على باقي المدن. بيقول لها واحد من الناس اخرسه يا بنت الاحبه، احنا عايشين هنا حياه كويسه ومفيش اي مشاكل بقالنا 20 سنه، انتم اللي اتخليتوا عننا. بيبداوا يهيجوا عليها. بيقول كيرو ان رد الفعل دوت اللي نورين كانت عاوزاه بالظبط. وفي واحد بيروح يهجم عليها بخنجر لكن عين الصقر بيوقفه وبيقع وهو بيضحك. وبيكون في مجموعه منهم نورين هي اللي زرعاها وسطهم علشان تسخن الشعب ويخلوهم يهيجوا عشان تخلص عليهم. ونورين بتقول ايه ده؟ الشياطين جسدوا دماغه؟ لا احا بقى ده احنا لازم نبيد كل اللي في المدينه. وبيبدا الجنود يموتوا كل اللي في المدينه. بيقول كيرو انا كنت اعرف ان هي اذكى من فلير بكتير لكن ما كنتش اتوقع انها تبقى اوسخ منها كمان. وبيشوف التاجر بيموت بيروح يجري عليه وبيتعصب جدا وبيقول ده اول صديق ليا في المدينه دي وكان طيب جدا، ده انا هركب ميتين ابوكم كلكم. بيجي 3 من الحراس يقفوا قدامه. بيقف كيرو وبيستدعي السلاح بتاعه وبيهجم عليه الحراس وبيقدروا يسيبوه لكنه مش بيتأثر والسلاح بتاعه بيشفيه تاني وبيخلص عليهم كلهم. وبيقول للتاجر ان موتك مش هيكون على الفاضي وبيكون حاقد جدا على نورين وبيقول لها انت اللي خططت للهجوم على القريه بتاعتي ودلوقتي موتت صديقي ومفيش حاجه هترضيني غير موتك. وبيبدأ يهجم على الحراس في باقي المدينة. وبيقول حكاية البطل كيرو اللي أنقذ مدينة بورونيكا بتبدأ دلوقتي. وبيدخل واحد من الجنود على نورين وبيقول لها إن في سياف ظهر وعمال ينكح في الجنود ومحدش قادر يوقفه. بتقول له استخدم قوات الاحتياط. في نفس الوقت بيظهر مجسم لفلير وبتتكلم مع كل اللي في المدينة وبتقول لهم أنا بطلة السحر والأميرة الأولى فلير، أنا بقالي فترة عايشة في المدينة هنا وبحقق في شوية حاجات وشفت البشر والشياطين عايشين هنا وبيضحكوا وبيحبوا بعض وكأنهم اخوات وده ما كانش غصب عنهم او حد كسر لهم دماغهم. ده مش معناه ان كل الشياطين كويسين، لا فيهم الكويس وفيهم الوحش وبرضه البشر فيهم الكويس وفيهم الوحش. فأرجوكم وقفوا المجزرة اللي بتحصل هنا. في المدينة ديت كل الأجناس بتقعد مع بعض على ترابيزة واحدة واتمنى كل العالم يكون زي المدينة دي. والجنود بيرموا أسلحتهم وكيرو بيقول استراتيجية نورين كانت كويسة جدا لكن حظها وحش إنها وقفت قدامي. ونورين بتكون هتموت من الغيظ وبتقول لعين الصقر إن فلير فيها حاجة غلط وفي حد بيتحكم فيها. الشياطين وأنصاف البشر وحتى الفقراء والفلاحين بالنسبة لها ما كانوش يفرقوا حاجة عن الحشرات. وكيرو بيكون بره الأوضة وسامعها. بيقول لها عين الصقر ان ده معناه ان السيف اللي كان بيموت الجنود كان بطل الشفاء. بتقول له طب هو يحمي المدينه دي ليه؟ وبيدخل كيرو الاوضه وبيهجم عليه عين الصقر لكنه بيصد الهجوم. بيقول له ما طلعتش كيميائي في الاخر وطلعت بطل الشفاء. ونورين بتقول له انت دخلت هنا ازاي؟ بيقول لها عادي موتت كل اللي كانوا في طريقي. بتقول له لا فحل يالا، بس تفتكر انك هتقدر تخلص على عين الصقر وانت معالج؟ بيهجم عليه الحراس وبيلمسهم بس بيفجرهم وعين الصقر بيراقب حركته. بعد كده بيهجم عليه بالاسهم لكن كيرو بيقدر يتفاداهم كلهم. بيسحب سيفه وبيشتبك معاه. بيحاول كيرو يلمسه عشان يفجر امه لكنه بيزقه بعيد وبيهجم عليه بخناجر وبيستغل اللحظه ديت وبيضرب كيرو ضربه قويه جدا بيطير السيف من ايده وكيرو بيجيب دم من بقه. ونورين بتضحك وبيقول له عين الصقر ان ده سم قوي جدا وبيقدر يموت حتى الوحوش العملاقه. لكن كيرو بيضحك وبيقول له ان حظك عرس انك في معركه معايا انا والسلاح بتاعه بيعالجه تلقائي. بيهجم عليه عين الصقر
لكنه بيتفادى الهجوم، بيحاول يلمسه لكن عين الصقر حذر جدا وبيحافظ على مسافه بينهم، بيهجموا على بعض وبيبعد برضه عين الصقر، لكن كيرا بيقول له مش شرط المسك عشان افجر كستومه، وبيفجره. بيقول له للاسف كنت عاوز المسك بس عشان انسخ مهاراتك، لكن يلا مش مهم. وبيروح على نورين وبتكون مرعوبه وبتقول له انت عاوز ايه يا خول؟ بيقول لها تعرفي تحطيه تحت لسانك وتصفري. وبس كده الانمي بيخلص هنا، وما نزلوش جزء تاني لغايه دلوقتي عشان محدش يكتب لي الجزء التاني في الكومنتات، ارحموا ميتين امي. وفكرك بسيرفر الديسكورد بتاعنا، ما تنساش تدخلوا يا فحم، واللايك والاشتراك يا فحم، وشير للملخص بقى، خلي الفيديو يطير. انا عملت لكم الملخص اللي انتوا كنتوا عاوزينه اهو، واكتبوا لي برضو ترشيحات انميات تانية. وبس كده، سلام.